سلام. الوصفات اللي توالم هاد السخانه اللي رانا فيها. هاد الوصفات اللي تجيب بنينه بزاف والشكل تاعها ثاني شباب. هاد الوصفه كاين المول تاعها يتباع، ولكن المول تاعها شويه غالي. انا حنوريكم طريقه كيفاش شكلتها بلا مول، وهي طريقه سهله عليكم على تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخير حتى تشوفوا كامل الخطوات. واللي مازال ما دارش ابوني يروح يدير ابوني يفعل الجرس يوصلو جديد. نقولي بسم الله نبداو في تحضير الوصفه. انا عندي كميه تاع الدجاج رحيتها، يعني كميه حسب الرغبه اللي حسب افراد العائله. عندي هنا ثاني توابل، عندي شويه زيت وشويه تاع حشيش مقطع. توابل واش عندي ملح، فلفل احمر، فلفل كحل، عندي شويه كمون، كركم، فلفل كحل. زدت لهم شويه تاع حشيش مقطع، دبشه معدنوس. وزدت هنايا حوالي 2 مغارف تاع الزيت باش يجينا هذاك الدجاج تاعنا طري، ونقدروا نلمو هذوك لي زيبيس مع الدجاج تاعي. وهنا نحاولوا نعجنوهم هكا شويه، يعني ندخلوا كامل هذوك لي زيبيس في الدجاج، نخليوهم يريحوا واحد لمده ساعه. ومن بعد هنا عندي فرماج عادي، فرماج هذاك اللي يجي هكا بالطول. نهزو هنا كميه نحطوها هكذا قبل في يدينا. هنايا باش ما يلصقناش نديرو شويه تاع بالماء باش ما يلصقناش في يدينا. كما راكم تشوفوا هكا هذه الطريقه تجي سهله بزاف باش ما يلصقش في اليد ويبدا هكذا يتحرحل هكا الدنيا. نهزو هكاك شغل شويه، من بعد نكورو هكا غير شويه، نديرو شغل الشكل تاعو كما راكم تشوفوا. ومن بعد نديرو هذه الطريقه وندير داخلهم الفرماج، ونغلق على ذاك الفرماج بهذه الطريقه. يعني هي طريقه سهله بزاف صراحه. هذوك لي مول الغاليين يديروا 65، كاين حتى فيهم غير 4 برك يديروا 65، حتى كاين 55 ولا بس غالي بزاف. ومش راح نستعملوهم كل يوم، يعني كون نستعملوهم كل يوم معليش. شكلهم بهذه الطريقه شكل صبيعات يكونوا شويه خشن على شكل بوده. نكمل كامل الكميه تاع الدجاج بهذه الطريقه. صراحه هذا الوصفه مليحه للولاد هكا، ولا كيكونوا زعما في الدار مليحه بزاف ليهم، سوسو اللي ما ياكلوش بزاف، اللي هي يتشرطوا في الماكله. اذا انا كملت الطريقه كامل الدجاج تاعي، نخليه هكذا يريح لي غير شويه. هنا ما بدي نروح نحضر لاصوص اللي حنرافق بها هذا الدجاج تاعي. هنايا عندي هذا الفرماج، فرماج عادي اللي عندكم. هذا الفرماج تاع لي ساندويتش. زدت معاه ثاني هذا الباطا تاع الفرماج كاري، هذاك فرماج هذا. زدت عليهم معاهم ثاني شويه تاع حشيش، شويه غير رشه هكا باك تاع الملح باسكو الفرماج فيه الملح ديجا، وشويه فلفل كحل. هنايا الزيت ما نحطوش دفعه واحده بالك يجينا بزاف جاري، نديرو غير بشويه باش يجي حاكم روحو هذاك لاصوص تاعنا. مانيش حابه تكون جاريه بزاف. هنايا باش نبدلو شويه لا كولور تاع هذاك الفرماج زدت لهم شويه تاع كركم. هنايا لا كولور حسب لا واش بغيتي نتيا، حبيتي تكون فونسي ولا كلار. انا حبيتها تكون بهذا لا كولور. من بعد هنايا كي يرتاحوا لي شويه هذاك الدجاج تاعي نروح نغمدو اول حاجه في الفارينه.
من بعد في البيض، ومن بعد في لاشابلي. هاكي تجيو تهزوهم باك بالعقل باك باش ما يتكسروناش. حاولوا نهزوهم بزوج فرشيطات هكذا باش يحافظوا على الشكل تاعهم. ومن بعد قلت لكم مره ثالثه تكون في لاشابلي، خبز يابس مرحي. يعني طريقه سهله ماهيش صعيبه بزاف. هنا كي نديروهم في لاشابلي راح يكونوا نزيدو هنايا المرحله هذه لازم نكونوا كيفاش نقولوا لازم نسقم لهم الشكل تاعهم مليح باش باسكو خلاص حين من بعد نقلوهم كيكونوا هكذاك عجين ما تقدريش معجين تقدريش تسقميهم. كي يكونوا بلا شابلي تقدري تسقميهم عادي. هنايا كي نحطوهم باك في المقله ما نزودوش بزاف الغاز، نخليهم حتى يتحمروا لنا مليح من تحت ومن بعد نقلبوهم. ومن بعد باش يطيب لنا هذاك الدجاج تاعنا من الداخل نقصوا باك للغاز. ومن بعد كيف الاخر كي تحسوا بلي طاب زودوا شويه الغاز باش يديونا هذيك التحميره الشابه. هنايا كما تشوفوا هذيك هذو الاعمده هذوما يدخلوا فاسيل، يعني ماشي صعاب ولا وما تكسرناش الحبه تاعنا هذو تاع كيما نقولوا حنا تاع السكلاصي. شوفوا يعني تدخل نورمال ماشي حتى تجي صعيبه ولا باسكو الفرماج هذاك من الداخل ديجا يكون ذاب لنا شويه. الوصفه تاع اليوم راهي واجده معنا، نتمنى ربي تعجبكم وتجربوها. بقى لي غير نقولكم في الاخير نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش في الاخير ديروا ابوني جيم وتفعلوا الجرس ليصلكم جديد. سلام.